إلى الرأي العام لدعم الحملة العالمية للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. منذ انطلاقة حملة الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان عام 2023 شكلت الحملة العالمية من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان صوتا حرا للشعوب للمطالبة بالعدالة والحرية، واستطاعت أن تلامس قلوب الملايين حول العالم. هذه الحملة لم تكن فقط صدى لمطالب الشعب، بل تحولت إلى حركة ضمير إنساني عالمي تجسدت في الاعتصامات الشعبية الواسعة والمواقف السياسية الدولية واللقاءات الرسمية التي جرت مع لجنة مناهضة التعذيب. وعلى الرغم من الجدات السياسية الكبيرة ومبادرات القائد المتواصلة نحو السلام والحل الديمقراطي، لا تزال الدولة التركية تمعن في تعمير العدة عليه وتمتنع عن منحه أدنى حقوقه الإنسانية، بما في ذلك اللقاء الحر مع محاميه وعائلته، بل وتستمر في سياستها القمعية والعدوانية التي تتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. إننا في مؤتمر ستار لبنان نعلن دعمنا الكامل لهذه الحملة العالمية، ونؤكد أن مطلب الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ليس مطلبا سياسيا فحسب، بل هو مطلب أخلاقي وإنساني نابع من الإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها وبحق المعتقلين في الأمل والكرامة. لقد مر أكثر من 27 عاما على اعتقال القائد، وبحسب كل القوانين الدولية يحق له اليوم أن يستفيد من حق الأمل، ولكن الدولة التركية ترفض ذلك وتمارس ذلك الأسلوب العنيف واللا إنساني في التعامل مع قضيته، ضاربة بعرض الحائط كل النداءات العالمية. لذلك نجدد في هذا البيان دعوتنا إلى الإفراج الفوري عن القائد عبد الله أوجلان، رفع العزلة المشددة عنه، والسماح بلقاءاته بشكل حر ومنتظم، فتح المجال أمام حل سلمي عادل يضمن حقوق الشعب الكردي وجميع حقوق المنطقة، استمرار النضال الأممي من أجل العدالة والحرية، الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحرية للشعوب، الحرية للمرأة. مؤتمر ستار لبنان، التاريخ 3 أيار 2025.